وآخر شيء أسوقه في الكفر الصريح الذي ما قاله أبو جهل وأبو لهب. يا جماعة، في طريقة اسمها الطريقة المريدية في دولة السنغال، وهي من أخطر طرق الصوفية ولا يعلمها إلا من تجول في أفريقيا. والله يا جماعة بلغني بالسند المتصل ومسجلة، قال لي الأخ وهو طالب يحضر دراسات عليا في الجامعة الإسلامية في المدينة، لو شئت أرسلتها لك، يقول أن شيخنا أحمد بمبا الذي هو شيخ الطريقة، الشيخ أحمد بمبا ثم جاء شيخ آخر للطريقة بعده، الآن يوجد الشيخ الثالث، أن شيخنا أحمد بمبا هو الذي خلق الله. إيش تريدون أكثر من هذا؟ وأنه قال لا لله لا تقل للناس أني خلقتك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إنما نقل عن الدكتور الشيخ إبراهيم بن صالح بشأن الطريقة المريدية ومؤسسها الشيخ أحمد بمبا يحتاج إلى توضيح وتصحيح مبني على أسس الشرع الحنيف. بعد بدء نوصي الدكتور أن يتحقق من الأخبار قبل نشرها، لأن الله تبارك وتعالى قال في المحكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن فمن الواجب التحقق من صحة الأخبار قبل تصديقها ونشرها، خاصة إذا كانت تتعلق بالعقائد المسلمين وشخصياتهم الدينية. فالدكتور نذكرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكفير بغير حق، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر المسلمين عن التكفير بغير حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها. فهذا حديث صحيح رواه البخاري والمسلم، لذا يجب الحذر الشديد من إطلاق حكم الكفر على المسلمين بغير دليل قاطع. فضل الدكتور، عليك التحري في نقل الروايات. أنا كشخصية مريدية كتابع للشيخ أحمد بمبا أوصيك بالتحري في نقل الروايات. إن الادعاء بأن الشيخ أحمد بمبا قال إنه خلق الله هو ادعاء باطل وغير منطقي، لا يجوز نقل مثل هذه الروايات دون التأكد من مصدرها وصحتها، خاصة وأنها تتعارض مع أسس التوحيد والعقيدة الإسلامية اللذين كان الشيخ أحمد بمبا يدعو إليهما. أما إذا أردت معرفة من هو الشيخ أحمد بمبا، فهو من أحد العلماء الأفارقة الذين قدموا الإسلام والمسلمين في العالم، وفي أفريقيا وفي السنغال في وجه أخص في نشر تعاليم الدين والتربية الروحية. كان يركز الشيخ أحمد بمبا على التوحيد في تعاليمه، مستمدا من القرآن والسنة، ولم يكن ليصدر عنه قول يتعارض مع أساسيات العقيدة الإسلامية، لأن الشيخ أحمد بمبا يقول في إحدى أشعاره: للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغرة وإني أحمد. إذن هيهات ما بين الشيخ أحمد بمبا وهذا الذي اتهمته منه. فيجب عليك التوبة، لأنك افتريت على مؤمن مسلم صادق محسن إلى الله. عليك التوبة يا دكتور. أما فيما يتعلق بأهمية السياق الصحيح لهذه المفاهيم، يجب فهم أقوال وأفعال العلماء في سياقها الصحيح، وتجنب إساءة وتفسيرها أو نقلها بشكل مجتذ، لأن الشيخ أحمد بمبا رضي الله تعالى عنه قال في إحدى أشعاره: بدا لي أن الله لا رب غيره وأن رسول الله فاق الورى حسنا، مما يوضح توحيده لله وإيمانه الكامل برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. كان
من الواجب عليك يا دكتور أن تدعو إلى ما يعزز صفوف المسلمين، إلى ما يدعو إلى وحدة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وهذا الحديث أيضا موجود في البخاري والمسلم. إذا ينبغي أن تتجنب الفتن والشقاق، لأن ما قمت به شقاق وفتنة بين المسلمين، وعليك أن تسعى دائما لتقوية أواصر المحبة والتعاون بين المسلمين. وختاما أقول إن تاريخ المريدية كغيرها من الطرق الصوفية تسعى إلى تزكية النفس، وأيضا تقرب العبد إلى ربه عبر التربية الروحية المستمدة من الكتاب والسنة. هذا وصلى الله وسلم على من بعث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.